فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونابذه العداء أقرب الأقربين، فقال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فعرفوا المراد. فقام قائمهم وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ على ماذا تواصوا؟ تواصوا على الباطل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. كما يتواصى دعاة الضلال على باطلهم عندما يقوم قائم التوحيد والسنة بالحق، فيتواصون على الهوى والردى ومخالفة السبيل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. هكذا أهل الباطل يحذر بعضهم بعض جماعات وأفراد من عدم السماع للحق، فينطلقون فيما بينهم في كل عصر وآن وحين يحذر بعضهم بعض من التوحيد ودعوة التوحيد وأهل التوحيد والسنة، كما يقوم دعاة الشرك من التحذير من التوحيد. دعاة الباطل يحذر بعضهم بعض من دعوة التوحيد والسنة، أن لا تسمعوا لها.